السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد من قناة عمر ونادية. طيب احنا النهاردة هنعمل نجريسكو. المكونات اللي عندنا صدور فراخ متقطعة مكعبات وعليها شوية ملح وفلفل وزنجبيل بودر ورشة قرفة صغيرة. وممكن كمان نستخدم بدل صدور الفراخ دي، يعني المقدار راجع لكل حد بيحب فراخ كتير او قليلة. عمر بياكل المكرونة المسلوقة، فممكن تجيبي نص كيلو صدور فيليه وتقطعيه مكعبات كده، بس قبل ما تقطعيه حطي له شوية ليمون، عصير ليمون وحبة ملح وسيبيه نص ساعة كده وبعدين اشطفيه وقطعيه بالشكل ده. وممكن كمان نستخدم الفراخ اللي هي بايته زي كده ونقطعها ونحطها بعد ما نحمر الفراخ دي نحطهم مع بعض ونستخدمهم. ممكن ما نستخدمش الفراخ دي اصلا، ولو عندنا فراخ بايته زي كده بس كميه اكبر نستخدمها. فدي وسيله جديده لتجديد الاكل البايت اللي عندنا ده تلت كيلو من المكرونه. انا بجيب الكيس الكيلو وبقسمه على 3، يعني ده اقل من نص كيلو مكرونه مسلوقه لمده 6 دقايق بس. عمور برضو بياخد المكرونة المسلوقة. عندنا هنا البصلة اللي كانت في الشوربة انا طلعتها وهرستها زي ما انتوا شايفين، بقت بالشكل ده، بقت مهروسة خالص، بقت معجون بصل. وبعدين عندنا الدقيق، عندي 5 معالق كبيرة. وهنا ده خليط شوربة مع حليب، وبرضو المقادير راجعه لكل حد بيحب شوربه اكتر حليب اكتر، بس بصراحه هما الخلطه مع بعضها لما بتبقى متوازنه بيبقى طعمها حلو جدا. دول تقريبا 4 كوبايات، وممكن نحتاج اكتر لو لقينا البشاميل تقيل شويه. وهنا عشان تغطيه الوش عندي معلقتين من خليط الجبنه ده، هو مشترى كده بصراحه، يعني جبنه شيدر على موتزاريلا، ممكن تحطي موتزاريلا بس، وبضايه. وهنعرف ازاي دول هنستخدمهم للوش. بضاية عليها ايه؟ بضايه عليها ملح وفلفل. برافو يا عمور، لان انا ما قلتش ان عليها ملح وفلفل. وبعدين هنبدا باول خطوه اننا نحط الدقيق دوت على النار من غير ولا نقطه سمنه ولا اي حاجه، لان برضو اتحكم في الادام اللي هحطه او في الماده الدهنيه، وهوريكم ازاي دلوقتي. بنقلب الدقيق في حله ناشفه خالص ما فيهاش ولا نقطة إدام ولا زيت ولا سمنة ولا أي حاجة. بنقلبه بالشكل ده لمدة مثلا دقيقة كده عشان الرطوبة بس تروح منه، وبنضيف عليها الشوربة مع الحليب طبعا. وده عشان أتحكم في نسبة الإدام. ممكن بعد ما أضيف الشوربة أحط معلقة سمنة، معلقة زيت، أو ما أحطش خالص كمان. مجرد ما أضيف خليط الشوربة والحليب بنوطي النار ونقلب كويس لحد ما الخليط عندنا يتقل ويبقى كريمي. بس انا عندي هنا تقيل شوية، فاحط له كمان شوية شوربة او شوية حليب لحد ما يبقى اخف من كده شوية. وبنضيف البصلة المهروسة اللي عندنا، بتدي طعم حلو قوي للبشاميل، وبتدي طعم حلو للمكرونة. انا هزود كمان شوية حليب. حطيت شوية حليب وبقى القوام كريمي كده وسايل مش ماسك في بعض. وبعدين هنحضر الفراخ. هنظبط الملح والفلفل، وحطيت شوية حبهان بودر. لتحضير الفراخ سخنت طاسة وحطيت فيها شوية سمنة او زيت او سمنة على زيت، وهنقلبها كويس لحد لما تستوي. طبعا انتوا شايفين لونها عامل ازاي. لما بتستوي لونها بيبقى ابيض زي كده. ودي محطوط لها ملح وفلفل وزنجبيل وقرفة. دي التتبيلة بتاعتها. هنقلبها كده لحد لما تستوي. الفراخ بعد ما استوت هضيف عليها الفراخ التانية اللي قلت ان هي فراخ بايته من امبارح، وهقلبها وتاخد معاها نفس الطعم. تسخن بس كده.
وهطفي النار. الفراخ بعد ما خلصت اهي هضيف عليها شويه بشاميل وما زال سايل زي ما انتم شايفينه كده، قوام طري جدا مش تقيل. هقلبهم مع بعض واحط في الصينيه بتاعتي اللي انا هستخدمها اهي الحجم اللي انت عايزاه. بنحط شويه بشاميل تحت، بفرد البشاميل في الصينيه كلها بغطيها من تحت كده، وبعدين بجيب المكرونه احط المكرونه طبقه. في ناس كتير بتخلط البشاميل مع المكرونه مع الفراخ، بس انا عادي بحب اخليها حشوه في النص، اللي هي الفراخ يعني بحطها في النص، يعني بعمل طبقه مكرونه بشاميل تحت وبعدين فراخ وبعدين مكرونه بشاميل تاني. بحط طبقه مش كبيره بالشكل ده، مش عاليه قوي يعني، يا دوب كده بس بغطي تحت وبحط بشاميل. انا حاطه للفراخ طبعا بشاميل برضو عشان تبقى ايه متشربه كده وماسكه في بعضها. هكمل طبقه الفراخ وبعدين احط طبقه بشاميل تانية، طبقه مكرونه وبشاميل تاني. خلصت وضع طبقة الفراخ وعليها طبقة مكرونة بالبشاميل تاني اهي، وبعدين جينا لتغطية الوش. انا هنا زودت شوية بشاميل، شوية كده يجوا زي اقل من كوباية بشوية او كوباية، وهجيب البيضة اللي احنا قلنا عليها في الاول دي عشان تغطية الوش، وشوية الجبنة اللي عندي الخليط ده، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. طبعا انا عندي بيضة وعليها ملح وفلفل، حطيت عليها شوية البشاميل والجبنة، وهنفضيهم بالشكل ده على الصينية من فوق، ونفردهم على الصينية كلها، ونحطها في فرن درجة حرارتها 200 أو متوسطة الحرارة يعني على الرف اللي في النص. ومش هنشغل الشواية في الأول، هنسيبها نص ساعة، وفي آخر 5 دقايق بنشغل الشواية عشان تاخد وش بلون حلو. المكرونة طلعت من الفرن وشكلها كده ايه روعة، وريحتها أروع وأروع اهي شكلها. هنجرب نفتح حتة كده. اكيد وحشه. ليه يا موري انت بتحبها؟ بتهرج. الذواقة بتاعي هنا عمر لما بيرضى عن اكل معين يبقى كده الاكل ده تمام جدا. شوفوا هنا طرية، وهذا هو المطلوب. شايفين مش كتلة واحدة اهي، جوسي كده وطرية وريحتها رائعة. وان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وما تنسوش اللايك والشير، واذا ما اشتركتوش في القناة يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد.